وبما ان عندنا حدث استثنائي قررنا النهاردة نغير الترند ونبدأ بالترند المصري. عندنا الاهلي وريال مدريد الترند الاول. الاسبوع كله كان الكلام على ماتش يوم الاربعاء، المباراة المنتظرة، مباراة الحلم بالنسبة لجماهير الاهلي، مواجهة ريال مدريد في كاس العالم للأندية. مواجهة مين؟ ريال مدريد في كاس العالم للأندية. خلينا نتفق من بدري كده ان النتيجة عمرها ما عبرت عن احداث المباراة، وبخص مباراة يوم الاربعاء. بصراحة الاهلي ونجومه وابطاله لعبوا مباراة كبيرة جدا، يستحقوا نتيجة احسن من كده بكتير، مش الخسارة 4 ابدا. ماتش للتاريخ بكل تفاصيله، قبل وبعد واثناء. انت بتلاعب ريال مدريد، يعني حتى لو في اسوأ حالاته هو ريال مدريد الابطال، هو زعيم اوروبا، هو افضل نادي في التاريخ، هو بطل اسبانيا. يعني انت نازل ارض الملعب وبتلعب الند بالند، ده شيء محترم وكبير. والكلام في الصحف او في الترند الاهلي والكرة المصرية شيء محترم، ودي حاجة رجعتنا للكلام اللي احنا قلناه قبل كده، ان الصحف العالمية لما كانت بتكتب علينا كانت بتكتب علينا كلام كبير. ده رجع الحمد لله، ودي حاجة كويسة جدا. نرجع بقى للمباراة. لازم نشكر لعيبة الاهلي انهم موتوا نفسهم في الملعب. مش سهل ابدا ولا عادي انك تلعب ضغط عالي على ريال مدريد، ولا سهل ابدا انك تروح للمرمى كتير بالشكل ده. وما كانش فيه حظ وسوء استغلال للفرص، والقرار قدام المرمى كان فيه قرارات غلط كتير جدا. بس انا عايز اقول حاجة، الاهلي لو كان في يناير ضم مهاجم قوي كان مصير المباراة اتغير. الاهلي كان محتاج اللمسة الاخيرة. في لعيبة عملت مباراة للتاريخ وعملت ماتش كبير جدا. محمد عبد المنعم، عايز اقول لك حاجة، مكانك مش هنا، بره بصراحة. يعني محمد هاني، انك ترجع من بعيد ده شيء محترم جدا، ولازم يتقدر جدا ان انت ترجع من بعيد بعد كل اللي حصل من هتافات ضدك و انك ترجع، دي حاجة محترمة منك جدا. حمدي فتحي، والله الكرة المصرية سعيدة بيك، وكمان مفيش بديل ليك بصراحة. حمدي فتحي لاعب ما يقعدش احتياطي، وباقي اللعيبة عملتوا اللي تقدروا عليه. لكن عندي رسالة لمحمد شريف، كان بالامكان افضل مما كان وكتير قوي. اما ريال مدريد فحدث ولا حرج، فريق بيعرف يستغل هفوات الفريق المنافس، والفروق الفردية حسمت المباراة، سواء من فينيسيوس، رودريجو، فالفيردي. مباراة عظيمة، ونتمنى في تاريخنا نشوف الاحداث الكبيرة دي في تمثيل مصر زي الاهلي.